الفني للمنتخب الذي حقق المركز الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، والمركز الأول على مجموعة التي أقيمت مبارياتها في دولة الكويت الشقيقة، حيث هنأهم فخامته بما حققوه من نجاحات وبارك لهم فوزهم المستحق على المنتخب أو على المنتخبات التي تباروا معها في التصفيات، قائلا: أنا أبارك للفريق بالنجاح الباهر والأداء الممتاز، وإن شاء الله بنفس الروح وبنفس المعنويات وبنفس النشاط الذي أنتم كشباب ناشئ أن تكونوا في المستقبل منتخب اليمن. يعني في حقيقة الأمر أداء الشباب الناشئ في معظم الأوقات أداء ممتاز، ولكن يعني ماذا بعد هذا الأداء الجيد؟ أداءكم ممتاز، واستلم تقارير صراحة من الجهات المختصة عن الأداء الجيد والمعنويات العالية، وشكرا للمدرب وشكرا للإداريين وشكرا للشباب اللاعبين على كل ما قدموا، وشكرا لوزارة الشباب على متابعتها لهذا الأمر. يعني ونتمنى أن نتوفق في المستقبل في مجال الكرة، يعني نعلق أمل كبير على شبابنا. المهم هو الحصانة، حصانتكم، وأنتم تعرفوا ماذا أقصد بالحصانة. ماذا أقصد بالحصانة؟ وهي معروفة، يعني حصانة لا بد أن تحافظوا عليها. خلينا نقول التدخين، القاد، السهر، يجب أن تكون معسكراتكم مضبوطة ومعسكرات حية وتغذية كويسة ونوم بانتظام وقومة بانتظام، كل شيء بانتظام. إذا حافظتم على هذا الأشياء وتجنبتوا التدخين وتجنبتوا القاد وتجنبتوا أشياء كثيرة، يعني صراحة حيكون في مستقبل الكرة اليمنية مستقبل رائع. يعني من الظواهر السلبية شبابنا في الثانوية العامة أو في الجامعة، وين الشباب؟ قالوا ساهرين، اشتروا أوقات ومخزنين، يذاكر طولة الليل وهو مخزن، وبكرة الصبح قد نسي المعلومات كلها، خلاص راح. أحسن لك ما تخزن، وفر الفلوس وجيبها لأسرتك، اشتري لهم ملابس، اشتري لهم مواد غذائية، اشتري لهم صحة، يعني علاجات للأطفال، وتجنب هذا وتواصل مذاكرتك بشكل إيجابي، وستكون أدائك في الجامعة أو في الثانوية العامة أداء ممتاز. فعلى كل حال ما أطول على الشباب، أشكركم على كل جهودكم الطيبة. وكان وزير الشباب والرياضة عرف الزوكا قد تحدث في اللقاء مثمنا اهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذا المنتخب الذي يعد ثمرة من ثمار رعايته للناشئين واهتمامه بكل شباب الوطن وتوجيهاته المستمرة بإعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية وتكثيف مشاركتها الخارجية. وقال الزوكا إن منتخب الناشئين في كل مبارياته التي خاضها حرص على أن يهدي هذا الفوز لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تقديرا لاهتمامه بالشباب والرياضة في اليمن، مشيرا إلى أن هذا المنتخب سيكون فريق المستقبل لكرة القدم اليمنية. كما تحدث مدرب المنتخب سامي نعاش وكابتن المنتخب على نعمان مهنئين
فخامة الأخ الرئيس بعودته إلى أرض الوطن مستعرضين المراحل التي تم فيها إعداد المنتخب والمعسكرات الخارجية التي أقيمت لهم وطبيعة المباريات والمنافسات التي خاضوها أمام منتخبات قوية لها حضورها وسجلها الرياضي. وأكد أن أعضاء المنتخب كلهم عازمون على خوض منافسات أفضل وأقوى في المشاركات القادمة، موضحين أن استقبال فخامة الأخ الرئيس لهم اليوم وحديثه إليهم وحرصه عليهم وعلى مستقبلهم أعطاهم دافعا قويا وحفزهم على بذل المزيد من الجهود وتحقيق النجاحات سواء في هذه البطولة أو غيرها من البطولات. حضر اللقاء الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية الرئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، والأمين العام المساعد للشؤون الإعلام والثقافة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية حافظ معياد.